لو عندك استشوار من العادي هنعمل فكرة جامدة جدا مش هتستغني عنها ابدا. هاتي الاستشوار وهاتي فرشة بلاستيك ولاعة وتعالي نشوف ايه الفكرة الجامدة. الفيديو ده مليان افكار للاستشوار هتفرق معاكي كتير. بحبكم في الله. يلا ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك لو كنتي استفدتي ولو بفكرة واحدة. انا كنت مصورة الفيديو ده في الشتاء بس ما نزلتوش، ولكن قلت هنزله لان الافكار اللي فيه تنفع صيف وشتاء. لو عندك كده هدوم نشفت كلها ما عدا حته صغيره، او ابنك غرق كمه او غرق حته من هدومه، فما فيش داعي ان هو يقعد يغيرها، او ما فيش داعي ان انت تقولي ده الهدوم لسه ما نشفتش. شغلي الاستشوار عليها ثواني بسيطه جدا وهتلاقيها نشفت. الفكره دي طبعا جامده جدا في الشتاء، بالذات هدوم المدارس اللي بتلاقيها كلها نشفت ما عدا الاساور واللياقه بتلاقيها لسه مبلوله. هدوم الشتاء انتوا عارفين بتاخد وقت شويه. بصوا مسافة ما قلتلكوا الفكرة كان الكم نشف خلاص، مع ان انا كنت مصورة ده في عز الشتاء، يعني الجو مش مساعد خالص على ان الحاجة تنشف زي ما انتوا شايفين. بس هي الفكرة حلوة جدا سواء صيف او شتاء، لاني برضو في الصيف بيحصل مواقف كتير زي كده. ممكن برضو تبقي نشرة شراب هتلاقيه كله ناشف ما عدا الطرف الصغير اللي بيبقى في من الناحية دي ومن الناحية دي. في ثواني بالاستشوار وهتلاقيه ناشف جدا. والفكرة دي هتنفعك قوي قوي لو عندك اطفال، واللي عندهم اطفال فاهميني طبعا بيحصل مواقف كتير. الاستشوار هو اللي هينجز الموضوع فيها. ودي كانت اول فكرة معايا النهاردة. تعالي نشوف تاني فكرة جامدة جدا. هاتي كده فرشة بلاستيك وهاتي الاستشوار اللي عندك وهاتي ولاعة وتعالي شوفي ايه الفكرة بالظبط. احنا هنمسك الفرشة البلاستيك كده وهنتنيه الايد بتاعتها. طبعا بالولاعة هنحاول بس نخليها يعني ايه تلين معانا شوية علشان خاطر تثبت على الوضع اللي هنعمله فيه. انا هتنيها كده على الاخر على قد ما اقدر. بصوا انا جيت اتنيها لقيتها لا مش هتبقى مناسبة، فشلت كام شعراية، يعني شلت كام سن من السنون اللي بتبقى قدام عشان تبقى مناسبة اكتر. زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى البساطة عملتهم بالسكينة بيتشالوا على طول، لاني عايزاها متنية لجوه اكتر مش من الطرف بتاع الايد بس. وبرضك هعملها بالولاعة وهتشوف الفكرة عبارة عن ايه دلوقتي. كل اللي عندهم استشوار من اللي هو الموديل القديم ده الموديل العادي، دلوقتي بقى فيه شكل احدث بس هو طبعا غالي جدا. فالفكرة دي حلوة قوي وهتفرق معاكي كتير لو انتي نفسك في المكوى او في الاستشوار اللي هو فرشة اللي نازل جديد ده. انتي كده هتعمليه بطريقة سهلة جدا وهتسرحي شعرك وهتخلي الفرشة تتغلغل كده في شعرك بالاستشوار. يبقى هتلاقي نفسك كده كأنك عاملاه في الكوافير بالظبط. وهتشوفي دلوقتي الفكرة معايا بعد ما هتنيها. اهم حاجة تتني كويس وتثبت على كده. وبعد كده هنجيب استيكين وهنثبت الفرشة اللي تنيناها بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دي في قلب الاستشوار. وهتشوف هنعمل بيها ايه. الفكرة دي حلوة جدا ولو عملتيها مش هتستغني عنها. لو ما كنتيش بقى اشتركتي في القناة روحي اشتركي وما تنسيش اللايك لو كنتي استفدتي ولو بفكرة واحدة من القناة. انتي كده عملتي الفرشة قصاد الاستشوار بالظبط. فلما هتحطي شعرك ما بين الفرشة والاستشوار شعرك من ناحية هيتسرح وانتي نازلة كده بالفرشة وهيتفرد معاكي، وفي نفس الوقت هيدخل جواه هوا الاستشوار كأنك عاملاه بالفرشة اللي بتتباع جديدة اللي هي الفرشة اللي هي فرشة بالاستشوار مع بعض. كلنا شفناها طبعا نازلة جديد، بس اللي عنده استشوار زي دوت ومستغليها مش هيشتريها. انتي كده لما تجيبي شعرك كده على كتفك حبة حبة وهتسرحيهم كده، هتمسكيها بالطريقة دي وهتسرحيهم كده بالفرشة هتخلي الشعر يتغلغل كده في الفرشة وفي نفس الوقت بيخش معاه هو الاستشوار هيفرده هيديكي نتيجة هايلة جدا. بصي زي ما انت شايفة مثلا بالطريقة دي، بس هيبقى شعرك طبعا عشان مش هعرف اصور حاجة زي كده. فكرة حلوة قوي جدا يعني بجد. جربيها كده هتلاقيها فردت شعرك كأنك عاملاها بالفرشة اللي نازلة جديد، او كأنك عاملاها كده بالمكوى، لان الهوا بيخش كده جوه شعرك وهو في نفس الوقت بيسرح، يعني كأن حد ماسكك كده وبيعمل لك في كوافير. لان هي دي الفكرة اللي في الكوافير كمان، ان حد بالفرشة وبالاستشوار. لما احنا اللي بنيجي نعمل لنفسنا بتلاقي الشعر كده طار ومش عارفة تملكي انك ماسكة فرشة الاستشوار من هنا والاستشوار من هنا. فالفكرة دي بجد حلوة قوي. جربوها وهتدعولي. وتعالي بقى نشوف كده فكرتين صغيرين. انا زي ما قلت لكم كنت مصوراه في الشتاء، فلما بيبقى الجو برد جدا 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 وبتبقى الملايات والمخدات كلها مهما فرستي عليها بتبقى ساقعة. فطبعا لو عملتي بالاستشوار شوية كده تحت البطاطين وشوية كده على المخدات هتدي دفى للمكان اللي أولادك هيناموا فيه قبل ما يناموا. فدي فكرة كده بسيطة برضو ممكن تعمليها بالاستشوار. وفكرة تانية للأولاد اللي على طول رجليهم ساقعة وإيديهم ساقعة
ممكن بالاستشوار من وقت للتاني كده هتلاقيه السخونية اللي طالعة منه امتصت شوية ايه السقعة اللي فيهم وبقوا دافيين. طبعا دي كانت شوية افكار كده كنت مصوراها في الشتا مرضتش امسحها، خليتها برضو لعل وعسى تحطيها في دماغك وتنفذيها في الشتا. طبعا الجو حر دلوقتي محدش مستحمل سخونية. وكانت اهم فكرة عندي الصراحة في الفيديو هي الفكرة الاولى بتاعة تنشيف الهدوم، والفكرة دي حلوة جدا بتاعة الفرشة، جربوها. متنسيش بقى اللايك الجميل منك عشان يرفع الفيديو.